السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. في كل شيء له حل، أنت عليك مشكلة وإحنا علينا الحل، يلا بينا نبدأ. المشكلة اللي معانا النهاردة بتقول أنا مكتوب كتابي من 6 أيام، هو بيتعدى حدوده وبيتكلم في اللي هيحصل بعد الجواز. فأنا قلت له ما تتكلمش في كده وبلاش قرف. قال لي أنت مراتي وأنا حر، بيقول لي اوصفي لي جسمك وبيتكلم في كلام مش كويس، وأما مش برد عليه يتخانق معايا ومش بيكلمني، بيقول لي لما تعرفي غلطك وبيكلميني عشان كلمتي مش بتتسمع. قلت له اسمع كلامك في القرف ده. قال لي انت مراتي ما اعرفش ايه، مع العلم ان حنتي بعد بكره فرحنا باقي عليه 3 ايام. اعمل ايه في القرف اللي انا فيه ده ومش عاوز اقول لاهلي عشان المشاكل. بس عامه يا ستي ولا مشكله ولا اي حاجه، انت على كلامك وفاضل 3 ايام على الفرح والقصه دي هتخلص. بس انت بتقولي ان مكتوب كتابي، فهو طول ما هو مكتوب كتابك انت اصبحت مراته. يا جماعه لازم نفهم ان كتب الكتاب هو الجواز الشرعي. يا اما بيجي الراجل اللي هو العريس ومع العروسه او ولي امرها وبيحط ايده في ايديها زي ما احنا بنشوفه، تمام، وزوجتك نفسي والصداقه المسمى بيننا وبقيت ايه الصيغه الشرعيه دي لحد ما تنتهي كده خلاص بقيتوا متزوجين رسمي. هو جوزك وانت مراته، فيحق له منك كل ما ليه، كل ما الراجل على زوجته وعلى مراته. تمام. في فرق كبير لازم نفرق موضوع الدخله. موضوع الدخله دوت مش هو مقياس، مش هو المقياس الاساسي. المقياس الاساسي كاتب الكتاب. ان في ناس كتيره جدا انها مثلا ايه واغلبيتها بنشوفها في الناس اللي بتعمل افراح في الجامع، في الجامع وكده، ان الانسان لما بيجي يتجوز، العريس لما بيجي يتجوز هو والعروسه، بعد ما بيكتب الكتاب في المسجد بيطلع على طول على بيته، فبيحصل موضوع الدخله. في ناس لا، في ناس بتكتب الكتاب بعد كتب الكتاب بفتره، تمام، اي وقت هم بيحدوه مع بعض بيحصل ساعتها ايه دخله، بيعملوا فرح ايا كان او قعده بسيطه بدون افراح وكده. المهم يعني بيحصل ايه ان في ليله الدخله. فليله الدخله، ليله الدخله دي حاجه تمام متمه لعقد الجواز، متمه لكتب الكتاب. فهو الاساس ان هو يحل لك من ساعه ما يكتب كتاب. دي نقطه. بالنسبه للحاجات اللي بيعملها فهو يعني لازم تفهم ان هو يعني طول ما هو كلام في حدود، اصلا ما فيش حدود ما بين الرجل ومراته عامه يعني. اهم حاجه ما يخالفش شرع ربنا. وطبعا في النقطه دي الراجل ليه مطلق الحريه في الاستمتاع بمراته وهي كذلك، الا في اللي ما حرمه الله، اللي هو مثلا اتيان المراه من دبرها واتيان المراه الحائض، تمام. خلافا لكده، تمام، فهو ليه مطلق الحريه. فاللي انت من كلامك المشكله ان هو بيتعدى حدوده في الكلام، يعني هو كله كلام فقط مش اكتر ولا اقل. فانا ما ينفعش اعمل مشكله من الكلام ده. هو بيتكلم، يعني هو بيقول لك اعمل كذا او سوي كذا او وريني زي ما قلت لي اوصفي لي جسمك، هو ده حقه. مش هقول لك لا. انا معاكي ان هو حتى لو جه في الفتره دي، وفي ناس كتيره مثلا مش فاهمه الشرع صح تقول لك لا غلط، لا، ولو جه في الفتره دي تمام ودخل عليكي العلاقه دي ما تسماش زنا، هو زواج خلاص. بس هي مع ما جرى عليه العرف ما ينفعش. ليه؟ الفكره في الفرح او الفكره في ليله الدخله الاشهار. ان في ناس كان ممكن انا اكتب كاتب كتابي مثلا، يعني انا دلوقتي بروح بكتب كتابي عند اهل العروسه. يعني دلوقتي رحت اكتب اتزوج مراتي، تمام، رحت عند اهلها، فبالتالي الناس في المنطقه دي عرفوا ان انا فلان جوز فلانه او بنت هي مراتي، تمام. الموضوع يتقلب مثلا لو اكون انا عندي انا كراجل كعريس العروسه تيجي في بيتي، فده ميزه الدخله، يعني ميزه اللي هو يوم الفرح، تمام، يوم الفرح فبجمع اهلي وجمع اهلها بيعرفوا ان في فرح، وان العروسه دي تنتقل من بيت اهلها لبيتي انا. فبالتالي دوت يعتبر اللي هي ايه الفكره العامه. انا بحاول يعني ابسط الكلام عشان ما اطولش الوقت الفيديو. فده يعتبر الفكره العامه لموضوع اللي هي الدخله والفرح. فهو في الوقت ده طول بيقوله لك دوت، يعني هو بالنسبه له مش مشكله، تمام. دي نقطه. انت مثلا حابه ما يحصلش علاقه بينك وبينه غير بعد الدخله، ده عاده ودوت مش شرعه، ما يزعلش في اي حاجه. لكن انت على كلامك انت كل القصه كلام، فانا مش لازم اكبر الموضوع، تمام. مش هقول لك سيريه او كده، ممكن يكون عندك طبعا الحياه، باب الحياه لازم يكون موجود معانا. بس فاهم الفكره، هي مش مشكله يعني. انت صبري، معلش يا حبيبي، معلش كلها كام يوم وابقى في بيتك وكده. دي نقطه. وهو الكلام ده يعني مش ما ينفعش نقول عليه قرف، ده في شرع ربنا، تمام.
فانا والله يعني شايف ان مشكلتك بسيطه وهي كلها 3 ايام، يعني مش مشكله ولا اي حاجه. فانت سايس امورك وراضيه عادي. ان انا بقولها لك هو فعليا هو ما غلطش، ان هو يعني ما غلطش. تمام. بس احيي فيكي ادبك، ان وده يدل ان انت انسانه عندك ادب وعندك حياء. هي مش مشكله، مش عايزين نعمله مشكله من لا مشكله، وربنا يتم لك على خير ووفقك وبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. نيجي لتاني مشكله معانا. بتقول مساء الخير، انا متجوزه من سنه. جوزي طلع عنده مشكله في العلاقه الزوجيه، وخلال السنه دي عايشين زي الاخوات. ورحنا للدكتور اول فتره الجواز، وللاسف العلاج بيبقى غالي جدا. وانا ساعدته بكل الفلوس اللي معايا، وحاليا مش معايا غير مرتبي اللي بدفعه معاه في البيت كله، لاننا قاعدين في شقه ايجار واهله مش عاوزين يساعدوه بحاجه. بالعكس هم عاوزين يصرف عليهم ويعزمهم عنده في البيت. وانا رافضه ان هم يجوا، احنا بنروح عندهم، يعني احنا بنروح نزورهم. لان مصروف البيت مش بيكفي ان اعزم حد. هم مش مهتمين بعلاج ابنهم، والموضوع ده مضايقني، لان انا مش مطالب مني اساعده في علاجه، وفي نفس الوقت نفسي احمل، مش عارفه اعمل ايه. كذا حد قال لي ان اتطلق، لان الدكتور في اول الجواز قال له انه عيب خلقي ملوش علاج. لما غيرنا الدكتور رحنا لدكتور تاني، فضل يخلينا ندفع فلوس كتير وبرضه ما اتعالجش. المفروض اعمل ايه؟ لان نفسيتي تعبانه. جوزي كويس وبيحبني، بس هو بايده حاجه يعملها، بس انا كمان المفروض كاتبه غلط. المفروض هو جوزي كويس وبيحبني، بس هو مش بايده حاجه يعملها، بس انا كمان سن صغير مفيش حاجه بايدي اساعده بيها. بص يا ستي، يعني اقول لك اولا انت تشكره وانت ست اصيل، دي ما فيهاش جدال. لو كلام تقوليه دوت يدل ان انت من بيت كويس وست اصيله. تمام. انا ما بحبش ان انا، يعني ده مبدئي، ما بحبش ان انا اقول لحد اتطلق. انا عندي ان زي ما اتكلمنا في حلقه قبل كده، ان الطلاق دوت اللي بيقول لك اتطلقي او بيساعدك على الطلاق او بيعينك على الطلاق، ده بيعمل زي اعوان ابليس. اعوان ابليس بتعمل كده، ابليس واعوانه بيعملوا كده، ما بيسويش الراجل ومراته الا ان هم يتطلقوا. بس برضه لازم اقول لك بالامان، الشرع جعل الطلاق مشروع. ربنا جعله مشروع، جعله حلال، بس جعله برضه ابغض الحلال، والبغض اللي هو كل شيء فربنا بيكرهه. بس في الشرع والفقه حل للزوجه طلب الطلاق، منها حالتك دي، ان جوزك ما يقدرش يؤدي وظائفه الزوجيه. تمام. زي اي راجل يعني. هو طبعا يعني ربنا يعفو عنه ويشفيه. انت على كلامك ان انت لحد دلوقتي عايشه معاه زي الاخوات. طبعا انت تشكري، بس الموضوع دوت مش هيستمر معاكي. هيجي وقت هيجي وقت وتحتاجي لكده، ان ده سبحان الله دي فطره. يعني في اي ست خلقها ربنا زي ما في اي راجل خلق ربنا، دي فطره. الموضوع دوت فطره يا جماعه، مش عيب ولا غلط ولا حاجه. ربنا جعلني سكن لها، وجعل لمراتي، وجعل مراتي سكن ليا. فالموضوع ده مهم ومهم جدا جدا جدا. فانا مش عايز اقول لك تتطلقي مش تطلقي، بس انا هقول لك ان انت في الحاله دي يحق لك وحق لك شرعا ان تطلبي الطلاق. طول ما الزوج والدكاتره اثبتوا ان عنده مشكله في العلاقه الزوجيه او العلاقه الجنسيه، فانت كده يعني حقك تطلبي الطلاق منه. بس ده يعني رسالتك دي بتدل ان انت بتحبيه. فانا برضو مش قادر اقول لك كملي معاه، مش قادر اقول لك ان انت تطلقي، بس هو حقك تطلبي الطلاق. والله انا ممكن اقول لك، يعني اقدر اقوله لك انت اصبري، يعني ممكن اصبري وروحي الدكتور ثالث. لا لقيتي مفيش فايده، مفيش امل، فانا ساعتها اقدر اقول لك لا لازم تطلبي الطلاق، ان انت الوضع ده مش هتقدري تستمري فيه. يعني معلش في الكلمه، هتستحملي سنه مش هتستحملي السنه الثانيه. وممكن ده يجعلك تتجه لسكه غلط. يعني ممكن لما تلاقي اي حد، احنا برضو بشر يا جماعه، مش هقول عليكي حاجه بس احنا بشر وبنضعف. تمام. وخصوصا لما تكون الحاجه دي انت محروم منها، فصدقيني هيبقى الموضوع معاكي الشيطان هيعرف يزينوني كويس قوي. لا فانا بقول لك يا بنت الناس، حاولي على قد ما تقدري. لما تلاقي نفسك مش قادره خلاص، فانت كده حق ليكي وحلال ليكي الطلاق. والهي دي الحكمه اللي ربنا جعلها للطلاق، اللي هي المشاكل زيك، مش مثلا انت بتتكلمي في مشكله جوهريه ما فيهاش. فانا نصيحتي ليك يا بنت الناس، يعني حاولي محاوله اخيره مع دكتور تاني،
وسيبها على الله، لا مفيش فايده، يبقى تطلبي الطلاق عشان خاطر تبعدي نفسك من الشبهات، تبعدي نفسك من وسوسه الشيطان، وربنا يكتب لك في الخير وربنا يشفيه ويعفي عنه. تالت مشكله معانا من عضوه بتقول خطيبي خجول جدا، كان فرح صاحبتي وانا والدي مش هنا واخويا في الجيش، فطبعا مامتي كلمته يوصلني وهو رحب جدا. المهم ان صاحباتي ركبوا معانا كده، المهم ما قالش ولا كلمه طول الطريق. وصلنا وانا اندمجت في الفرح ولقيته قاعد في العربيه على ما خلص. كان قاعد لوحده وهو مش عارف حد في الفرح اصلا. واتصل عليا في قلب الفرح واستأذني وقال انا هجيب للبنات دي اوبر وعلى حسابي، ولو مش موافقه لو حد فيهم يعرف يسوق عربيتي يوديها عندكم تمام، انتوا في نفس العماره ماشي، بس تعالي نتصور انا وانت بعد الفرح وتاكلي حاجه عشان انت ما اكلتيش لسه. قلت له لا انا مش فاضيه وكده، انا في الفرح ومش جعانه دلوقتي بكلمه، هو زعلان مني بس عاوز اعرف هو ليه حق يزعل او مش من حقه يزعل. بص يا ستي، يعني اول مشكله تقولي خطيبي خجول جدا، يعني دي حاجه كويسه مش وحشه تمام. دلوقتي يعني انت مشكلتك صراحه، انت في الاول وفي الاخر انت غلطانه وغلطك كبير يعني صراحه، انا كرأيي يعني انت مامتك قالت له تعالى وصلك انت واصحابك، الراجل ما قصرش وجه. هو طبعا هو لو جاي في الاول فجاه جاي عشان خاطر كده مش خاطر صحابه. طبعا بركب معاك العربيه، انا بحاول يعني عشان ما تنساش مني المشكله. ما قالش ولا كلمه في الطريق. طب ده حاجه كويسه، يعني هو ده يدل ان الراجل عنده حياء، ما ينفعش نقول عليه خجول، نقول عنده حياء. والحياء مطلوب سواء للست او للراجل تمام، يعني عشان في ناس فاهمه غلط، لا الراجل مطلوب منه يكون حياء تمام. سيدنا عثمان بن عفان كانت الملائكه بتخجل منه تمام، فالحياء مطلوب. هو على كلامك شخصيه عندها حياء وشخصيه محترمه، ودي حاجه كويسه. طبعا هو سابك انت في الفرح اندمجت وكده، جه بقى الراجل اتصل بيكي. معنى اتصال الراجل بيكي ان هو دلوقتي يعني عايزك ان انتوا هو مثلا تخرجوا وتتصوروا مع بعض او تاكلوا لقمه عشان شافك مش جعانه وكده. فهي في الحاله دي طول ما انا شايف ان الراجل ما اخطاش فيها خالص، والراجل يعني قال لك ان انت مثلا عشان صحابك اللي معاكي وضع لك حل، قال لك احنا ممكن نوصلهم اوبر وعلى حسابه، انتوا في نفس العماره، وكمان قال لك لا لو عايزين ياخدوا العربيه ياخدوها. فالراجل في النقطه دي ما اخطاش خالص تمام، انا ما اقدرش اغلطه في اي حاجه. الغلط عندك انت، ما ينفعش اللي انت عملتيه. هو الراجل كان مستني مثلا ان انتوا بعد الفرح يعني مثلا كان عايز يقعد معاكي يحكي معاكي تدردشوا تتصوروا صورتين مع بعض، بس طبعا اهم حاجه يكون الكلام ده بعلم اهلك، ان برضه الخطوبه ليها ضوابط شرعيه عشان برضه يبقى الكلام واضح، يكون مثلا على علم والدتك في الموضوع دوت تمام. خلاف ان كده طبعا ما يجوزلهوش ولا يجوز لك. فانا شايف ان انت غلطانه وليه حق ان هو يزعل. وصدقيني والله انت على فكره يعني هتلاقي في الكومنتات بنات كتير قوي جدا بتقول يا بختك، وفي الرقم كمان يعني ممكن تلاقي بنات تقول لك في الرقم، يعني النوعيه دي مش موجوده دلوقتي. فانا شايف ان انت غلطانه واعتذري له مش مشكله والموضوع يعدي. وبرضه انت برضه قلت في نقطه ان انت اندمجت فرح وسبتيه، لا برضه يعني برضه حس باحساسه في الوقت دوت، فهمتيني يعني انت كده قطعتيه بره وقت كبير. انت غلطانه واعتذري له، موضوع بسيط يعني مفيش اي مشكله ولا اي حاجه. اخر مشكله معانا النهارده بتقول مشكله عضوه، فرحنا بعد اسبوع ولقيته بيقول لي جهزي روب حلو واهم حاجه نظافتك عشان ماما لما تحضر معانا اليوم، قصدها يوم الدخله يعني. فكرته بيهزر بس طلع بيتكلم جد، وقال لي ان دي عاداتهم وانها تحضر عشان تطمن عليا، يا اما لو انا معترضه ممكن يكلم مامته تيجي تاخدني تكشف عليا تتاكد ان بنت، وعمال يقنعني بكل الطرق. ملحوظه كاتبين الكتاب ده سبب كافي اني اتطلق، لا وما اخربش بيتي. بص يا جماعه، هي صراحه يعني هي مش مشكله مش سهله يعني. الموضوع ده انتهى يا جماعه، موضوع ان ان اطمن والكلام ده، وعامه لازم احنا فاهمين إن الموضوع ده حرام شرعا، قولا واحدا الموضوع ده حرام شرعا، ما ينفعش حتى امك او امه ما ينفعش الكلام من دوت. هو الراجل لما بيحصل الدخله هو اللي بيتاكد الموضوع زي دوت. طبعا مش هقدر اقول لك اتطلقي، موضوع الطلاق لا يعني ما انصحش بيه خالص. حاولي ان انت يعني تثني راي على الموضوع ده، يعني حاولي انت تفهمين الموضوع ده غلط وخشي له باب الموضوع ده شرعي. وطبعا لو دورت في فتوات على النت كتير هتلاقي اكتر من فتوى دخلها لهم موضوع ان هو شرعي وان الشرع اقوى من العادات، والموضوع ده هيغضب ربنا، وان انا ودخلي برضه موضوع انت مكسوفه وان انت مش هتقبلي وضعات مش حابه الوضعات. حاولي معاه على قد ما تقدري، والله هو رضى يبقى كمان الحمد لله المشكله اتحلت. لا ما رضاش، يعني هقول لك حاجه، انت كده قدامك حل من حلين. ممكن يعني انا شايف بالرغم ان انا بقول لك ان هو مش صح،
يعني انا بقول لك الموضوع ان هو الحل التاني، وقال لك انتوا لو انت معترضه ممكن يكلم مامتك تيجي تاخدك تكشف عليك تاكد انك بنت. بس انا هقول لك حاجه برضه، يعني في ناس كده هتقول لك الموضوع ده ان هو كده ما بيثقش فيك، فقصه الثقه دي صعبه. وبرضه انا يعني لما انت تعملي الموضوع دوت هتقطعي معاه باب الموضوع ده، يعني الموضوع ده هيتقفل معاه لما مثلا تثبتي له ان اللي هو عايز يفهمه وعايز يثبته، فانت كده هتقفلي من ناحيته الباب دوت للشيطان. بس انا برضو معاك الموضوع يعني شائك شويه. انا عن نفسي لو اتحطيت مكانك مش هقبل بوضع زي كده، بس برضو مش هقبل موضوع الطلاق. يعني وصل لحضرتك ان الطلاق مش حل. يا جماعه خدوا مبدأ الطلاق مش حل. ما ينفعش ان انا اقول لك اتطلقي، او ما ينفعش تسال الطلاق باي شكل من الاشكال. فانا شايف ان المشكله هي مشكله مش صعبه ومش سهله برضه. بس انت زي ما قلت لك حاولي ان انت يعني تخلي الموضوع معاه من ناحيه شرعيه انه حرام، من ناحيه اخلاقيه ان انت مش هتقدري تستحملي الموضوع ده، او انت مش هتبقى حابه كده ومش متقبله كده. لا لقيتيه ان هو مستمر، فانا يعني ممكن انت تاخدي راي والدتك. يعني هي والدتك بس فاهمها، اقول لها يا ماما انا عايز اقول لك حاجه بيني وبينك، يعني حاولي انها ما توصلش الكلام ده لاخواتك لاهلك عشان الموضوع ما يوسعش بدون داعي. فانت حاولي تلجئي لامك، او عندك اخت كبيره ممكن تلجئي لها وهي تدور معاك على الحل. هي ممكن تتواصل مع مثلا اخته، تتواصل مع امه، تفهم الموضوع ده ان احنا مش قابلين بيه، وحاول يعني توصلوا الموضوع وسط. ومش عايزك برضه تاخد الموضوع ان هو قله ثقه. انا معاك الموضوع داخل في الزاويه دي، يعني انا معاك من كلامك ان الموضوع في الزاويه دي فعلا ان هو قله ثقه. يعني ايه يقول لك انا عايز اتاكد عشان اطمن؟ طب انت مش مطمن ومش واثق فيا، طب انت اتقدمتني ليه؟ يا جماعه بالله عليكم في نقطه لازم تفهموها. اجلوا كتب الكتاب. يا جماعه اجلوا كتب الكتاب الا لما تكونوا متاكدين من الشخص اللي قدامكم. يعني انا المشكله دي، طب انت كتب كتابك فانا هقول لك حل تطلقي، فده مش حل. انت كده بقيتي مطلقه وبيتك اتخرب من قبل ما يفتح، مش حل. فانت على قد ما تقدري حاولي تحلي المشكله بينك وبينه، تحاولي تحلي المشكله ودي تمام. وشوفي انت هل هتقدري تقدمي تنازلات، فخلاص دي حاجه ترجع لك انت. يعني انت في الاول هتقدري تقدمي تنازلات ولا لا؟ انا مش هقدر افرض عليك تقدمي تنازلات، مش هقدر افرض عليك اقول لك مثلا ايه لا اقبلي بوضع ده، انا على نفسي ما بقبلهوش. مش برضه مش هقدر اقول لك مثلا اقبلي بالحل التاني، ان مثلا ان تروح انت وامه تكشفوا وتطمنوا ان في ناس ما تقبلهوش. ففي الاول وفي الاخر دي حاجه ليك انت وحاجه في شخصيتك انت. فحاولي انت تحليها. انا حاولت ان انا اساعدك على قد ما اقدر، وربنا يكتب لك في الخير وربنا يسعدك في حياتك. وفي نهايه الحلقه احب ان اشكر حضراتكم. ما تنسوش ان انتوا لو في حد بيواجه اي مشكله يتواصل معنا على مجموعه البرنامج وصفحه البرنامج على الفيس. كل شيء وليه حل. انت عليك المشكله واحنا ان شاء الله علينا الحل. وفي النهايه اتمنى ان احنا ما ننساش اخواننا في غزه وفلسطين بالدعاء، وده اقل واضعف حاجه ممكن نقدمها لهم. واللي مقاطع لازم يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعه الاستغناء، واللي ما قاطعش يقاطع. يا جماعه الموضوع مش سهل، ربنا ينصرهم يا رب. الى اللقاء في حلقه جديده في مشاكل جديده في برنامج كل شيء وليه حل. دمتم في ود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.